تعالوا معايا هقول لكم لو نفسكم تاكلوا اي حاجه حلوه تاكلوها امتى وازاي مع اي نظام صحي. اول حاجه ما ينفعش ابدا ناخد اي ديزرت اول ما نصحى من النوم، لان دوت هيرفع لي سكر الدم بسرعه قوي، ودوت هيخلي الانسولين يزيد في الدم، وبعد كده السكر هينزل مره واحده، فده هيخلينا بعديها بساعه مهبطين وتعبانين وجعانين جدا. فما ينفعش خالص اول ما نصحى من النوم. طبعا ما ينفعش اخد اي حاجه حلوه وانام، يعني قبل النوم على طول. ده هيتعب لنا المعده جدا، ممكن يعمل حموضه او ممكن يعمل ارتجاع، وكمان هيأثر لنا على جوده النوم، وممكن يخليك تصحى من النوم وما تنامش نومه سعيده ابدا. عشان كده احسن وقت ناكل فيه اي ديزرت او حاجه حلوه هو بعد الغدا في خلال ساعه، او بعد الورك اوت على طول في خلال ساعه. كده لو احنا عايزين نخس وناكل حاجة حلوة، احسن وافضل وقت هو بعد الجيم في خلال ساعة، لان جزء كبير من الكارب اللي موجود في الحاجة الحلوة دي هيتحول لجلايكوجين، هيتخزن في العضلات وهيتخزن في جسمنا علشان مرحلة الريكفري او استشفاء العضلات، وكمان علشان يأهلنا للورك اوت اللي بعد كده. بس ده طبعا مش معناه ان احنا ناكل براحتنا واي كمية، لازم يكون في moderation ولازم نعمل portion control، بمعنى ان احنا نعتدل في الحاجة اللي احنا هناكلها دي، مناكلهاش كل يوم، وكمان كميتها تكون صغيرة مش كبيرة، لان هي طبعا هتتحسب من ضمن سعراتها. ويا ريت لو انتوا نفسكم في اي حاجة نعمل شيرنج مع اصحابنا او مع اهلنا، هتفرق معانا كتير ومش هتزودنا في الوزن.